المسلسل فيديو هيك هيك ما شو عليك؟ بس يكون بعلمك ابو ناصر، اذا صار ما صار واهل الحاره حسبوك على ام مسعود وجماعتها يبقى لا تزعل يا سيدي. ما راح ازعل. هيك شو عليك بالاذن يعني. الله معك. عليك عليك شو آه. بده هذا؟ لك اخي حاطط نقره من نقر ام مسعود، ما عم يقدر يشيلها من باله. ولو هيني على الاول بعد الاساوه. ايه هذا رايح لعند ابو محمد مشان يطبق. يا لطيف يا لطيف. ما تدري لا تخصص على الأبواب. ورد يوصل له ان الشيء راح تساويه ام مسعود، ما في شو، ما في جاب محمد. اجلت بيت الطلاب غصب عن الكبير والصغير، ما حكينا شيء. بس انه تاجر عنده واحد كبير مثل ابو معروف رجال هيك، والله شغله ما مسكت عليها ابني. يا سيدي بيته وهي حرتين. لو يعرف فيه هذا عم تحكي انت يا كبير الحاره، يا رجال يا مقدر اللي ما بحب الزاحمه. يا سيدي هالأيام بابا بيعرف الزاحم الزاحمة عن التقبضي. شو عارف. شوي شوي يا شوي. نرد على جوزك فوق لي هلا تشيز وشو كاتب لك بالرسائل بقى؟ طبعا هيك بتفرجش مع كم رسالة بيطلعوا؟ يا لطيف يا لطيف بالحق حري شو رسالة لأبو معروف؟ إيه شو مطلوب مني هلا؟ يا مروة يا خالتي لك شو صار معكم بالضبط؟ لا يلا خلصنا اعملوا لكم هدنة بقى، لاحظوا يجي عمك ابو معروف وما يلاقي الغرفة جاهزة. على عيني. ايه وقولي للشباب بس يخلصوا تنظيف الغرفة خليه يفوتوا الصندوق لجوات الغرفة، أحسن ما يضل هيك مدهوش برا، ايه؟ تعالي. طب ماشي ماشي نروح نروح نجيب ياسمين رد على جوزك. قلت له قاعدة هياتك. روح ياسمين. أنا زي شبههم. ما عم يجاوبوا معي بالمره. شو هالحكي؟ اسمع والله كنت بكلمتين شغله اكبر راسي. هو يمكن مشان هيك ما تشقلبوا وتشقلبوا على ايديه ما عجب. والعمل هلا السيد ابو معروف بده يسكن بالحاره، بده يستاجر عند ام مسعود، واذا صار هذا الامر معناتها على الحاره السلام. بيعرف ليش؟ لك هدول كتلتين هو ام مسعود، كتلتين عندهم رغبه بالتغيير، واذا اتحدوا واجتمعوا معناتها رح يكون في هناك كارثه، كارثه حقيقيه. شفتي هاي؟ والله بدي اعمل واعمل، بس تركيني اسكت شوي. تعي شو بدنا خلينا نتفرج شوي. يا عبدو يعني شو بدك من كل هالاسئله ها؟ يا حبيبي الله، هلا معقول يكون نحن عايشين بنفس البيت وعم نشوف
وانا ما اعرف اذا كنت مرتبط ولا لا. اسمع يا سعيد، بده يعرف اذا كنت مرتبط ولا لا. يعني انت شو دخلك يا عبدو اذا كنت مرتبط ولا ماني مرتبط؟ يا سيدي ماني مرتبط. ولا دخلك مين هذه بدها تقبل ترتبط فيه؟ ولا بدهم نسبيه ولا بدهم ولا فعلا يعني انتم يا اولاد عمي لا يكون نزقين ولا اخلاقكم بايخه يا لطيف دخلك انت. لا هو يحط عقله براسه ويطلع حواليه يلاقي 100 وحده بتتمناه. يا عبد يا حبيبي، يعني انا قبل ما اتخرج ويصير معي شهاده حقوق ويصير على طول استاذ محامي ما تفكر بهالموضوع، فهمت؟ حتى لو كان ربك حلو واموره ومعجبه فيه. يا سيدي ان شاء الله يكون في 100 وحده منيح. علمتك يا من اللي هذه البنت اللي عم تحكي عنها؟ هو انت شو دخلك؟ لا يا فردي ولا بلاها. اول شيء طلعت. ثاني شيء انا صرت هون مستاجر مدني مثل ارتبطوني بالصوره عبالكم. لا هي الصوره بالذات ما في مانع فيها ابدا، مع انه اكثر واحد بياثر على طلعت انا. الو، ايه جاهزة هلا طالعة. يلا سلام. هاي اللي بتعزف فيه. زينة زينة هي الخنزرة. سهل. ما انا ابدا هذه مسخره. يعني والله مش مسخره، هذا الشغله غريبه. شو غريب والله؟ انه كيف تعجب ببعض؟ مش كيف، ولك على شو اعجبت ببعض؟ والله ما بعرف. سعيد هذا اللي بقول لك، لازم تكون شو مطلوب منك تماما. مشان هلا المطلوب هلا انت لازم تعرفي اذا كان مراد ببادر زينه نفس الشغل. هلا اذا كان ببادر زينه نفس الشغل فهذا يعني انه هي لازم مين بده يتبادل الاول؟ يعني مين مقصود واحد من يعني مش بادل بتبادل تبادل بس. لا هو الشغل شغله مع اذا كان في تبادل بالمشاعر، اذا كان طلع تبادل وبيستبدل مش من ماشي. اعرف انك طلعت تحبها ولا لا؟
تتخرج موظف. لا بيسوى يا حبيبي، بس مش لحد ما نلاقي لك شي وحده تقبل فيك. اتقنا لك يا طيب. يا الف مبروك. بدكش تسال مين هي؟ لا مش اسال. ولك تعرف اعز المعركه؟ انا بعرف. يعني من عندنا نظيره بتتصرف من هون للبيت. من هون للبيت؟ يعني مين يعني؟ خالتي مسعود. يا حطوك للمسخره. والله معقوزه، والله معقوزه، بس يعني مين في البيت غير خالتي مسعود ومروه؟ وزينه. زينه؟ انا زينه. زينه معجبه فيك انت؟ هو بالاساس الحقيقه والتاريخ هي معجبه فيك انا. بس يعني قلنا لحالنا هسه مش ناوي تخطب تتخرج فيه. ربنا يكون بالمعروف. زينه معجبه فيك انا. انت يعني مين اللي قبل